العالم بالارهاب وتقعد تاكل هوا وتحكي على العالم بهي الطريقه. فهمنا؟ حكيتوا علي انا؟ هلا بيجي لك واحد مخه مربع شايلي له لا حتى اعطيك اياها من الاخر، لانه انت واحد جحش ما رح تفهم مستحيل، وروح قلبك الفتنه وبتاخذ وبتفتن بين العالم، وانت شو محتواك ولا انت شو عندك من الاساس؟ انت ما عندك شيء تقدمه بحياتك، فانت بس عباره عن حرامي بتسرق شويه لقطات وبتجيب عليها مشاهدات وهي حياتك. فانا حاختصر عليك الطريق. العراقيين هن اخواتنا لا خوفا ولا هم يحزنون، لانه انا اخر الناس اللي بخاف من البشر، لانه من خاف من الناس فذلك في قلبه مرض، وانا مالي خرج ابدا اني خاف من بشر. اسمه عادات وتقاليد، وفي عندي شيء اسمه احترام، هذا ما فيني يعني ما فيني اتخطاه، مستحيل مستحيل من سابع المستحيلات. اخوتنا العراقيين تاج راسنا، اي بلد كانت هن اخوتنا وحبايبنا، نحن مستحيل ومن سابع المستحيلات توصل معنا مرحله نغلط على شعب كامل مقابل لعبه او مقابل مشكله صايره بين الناس. تمام؟ بس انا تيجي تحكي عني ارهابي وتحكي عن الكلان تبعي انهم ارهابيين، لا هون بدك تحترم حالك. هذيك المره طوبزتك الك وعد وكم شي على هالشارب لطوبز كل اللي حواليك. حلو ولا لا؟ انا بالتهديد ما بمشي، انا بالتهديد ما بمشي. مو بس بخسر متابعيني ومستعد احط قدبال الشيء اللي معي، بس انا ما بنكسر. حلو ولا لا؟ حلو. انا سوري، ابن سوري، الناس اللي حوالي سوريين، بدك تغلط علينا مشكلة كتير كبيرة، وبحكيك وبحط ايدي بعينك وبقلع لك اياها، انا وعم حكيك. تجوا تغلطوا على الاي بي ان وتغلطوا علي كابن سوريا وعلى السوريين يلي حوالي، قسم من بالله على اخواتكم بخليكم تبكوا. هي قسما بالله وعزة جلالة الله، واللي بده يصير يصير. اكتر من القرد ما مسخ الله. شو بدك يصير فينا يعني اكتر؟ ما نحن هيك ميتين وعايشين وميتين وعايشين وشفنا الموت بعيوننا لدخنا. شو بده يصير بالله دخلك؟ شو بده يصير؟ هسه كل يوم والتاني بيطلع لي ممسوخ يا زلمه بيقول لك فضيحه ابن سوريا. حاج احترمناكم، كل مره بنقول يا اخي حاج عيب، ما رح نحكي، ما رح نسوي، ما رح نعمل، بس ورب الكعبه من يوم رايح خالص صار في حكي تاني وتصرف تاني. كيف بدكم تعدوها عدوها؟ قلت لك هديك المره طوبزتك الك لحالك ووعد وشرف على شاربي، هالمره لطوبز كل اللي حواليك، كل اللي حواليك بدون استثناء. نحن السوريين صرنا دواعش يا عيب الشوم عليكم. انا ورب الكعبه ما يجي واحد يغلط على عراقي لحط رجلي بتمه عندي باللايف، ما بسمح، ما من عاداتنا وتقاليدنا، ما بسمح اخي، ما بسمح تغلط على حدا عندي باللايف. طلع لايفي، طلع الشات عندي، غلط حتى عليك ما بسمح انه حدا يغلط عليك. انا برد عليك، انا صرمايتي بحطها بتمك، بس متابعيني ما بخليهم يغلطوا عليك. حما فهمنا يا اخي؟ المشكله كانت معي انا، صارت مع الاي بي ان كله. يا عم معنا لك يا اخواتي، معنا واحد عمره 15 سنه بتفوتوا على اللايف تبعه بتكتبوا له داعشي، لك هذا عمره 15 سنه يا زلمه، استحي على حالك. واحد عمره 17، واحد عمره 19، يفضع عينك. هذا لما كان اصلا التنظيم متشكل، لك هذا كان هالقده لسه فصعون. استحي على حالك يا زلمه، عيب ولو والله العظيم عيب. لك ورب الكعبه انا متضايق على الناس اللي حوالي اكثر ما تضايقت على حالي يوم طلعت القصه. ما ذنبها هي الناس يوصلها بلبله وتوصلها مشاكل على بثوثها المباشره وعلى على حساباتهم باليوتيوب بسببي انا. اخي ما برضى. سيدي على خير، اسف انا طولت عليكم، معلش يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. والله طوبز كل اللي حواليك. ديك المره طوبزتك الك صعبت لك، ما صعبت لكم، لا صعبت لهم اخي، صعبت لهم. صارت تطلع الناس تعرف شو تقول لي، شو تقول بعض الناس؟ انه انت
انه انت كيف بتقول هاي الكلمه عندك على اللايف؟ انت تركتوا الدنيا كلها وثبتوا على هاي الكلمه يلي انا قلتها هيك بعيونكم، والكلام اللي عم يطلع علي وعكلاني عادي؟ الا شو لغيري حلال ولإلي حرام؟ مضغوطين، والله العظيم مضغوطين، شي جدا عيب. انا ما بحب والله العظيم يا اخواتي، يعني والله العظيم ما بحب لك، والله العظيم والله العظيم ما بحب تغلطوا على حدا عندي باللايف، بالعكس انا ما بريدكم تغلطوا، والله العظيم وقت بشوفكم عم تغلطوا على حدا فورا بمسك الماوس بحلف بحذف التعليق. شوف مثلا حسين كاتب العراقيين اخواتنا، انا ما بريد تكتبوا غير هيك باللايف، ما بريد تجي بتغلط على ناس ورب الكعبه بعمل لك استبعاد ان شاء الله تكون عم تتابعني من سنه. ما من عاداتنا وتقاليدنا، نحن الاحترام موجود عنا قبل كل شيء اخي. انا مشكلتي مع شخص، ما مشكلتي مع ناس يا اخي، الله يوفقكم. يلا كرمالك ابو احمد، ها زرعتها بدقنك هالمره. بس لا عن جد عن جد، يعني عن جد من يوم رايح والله العظيم ما عاد في احترام، والله العظيم، لانه موضوع كتير زاد عن حده، يعني صفت الشغله بشعه كتير، يعني وعيب كتير وقله احترام كتير، وما عاد فيها احترام لناس. لك يا اخي مشكلتك مع شخص، لا تعمم، لا تعمم، لا تعمم، انا ما عندي اي مشكله، احكي علي، مو اول شخص ولا اخر شخص بيحكي علي، اصلا انا كل ما ادخل على اليوتيوب بقعد بشوف هالناس عم تحكي علي وبضحك، لانه يعني من دون هاي الفيديوهات ما بتكون انت انسان ناجح. اذا ما في مين يحاربك معناتها انت مالك شخص ناجح، اجباري لازم الناس تحاربك، وانا دائما بتطلع عليهم وبتعلم منهم، بشوف الحقد يلي هن حاقدينه علي، بشوف حزد العيشه يلي هن حازين اياها، كل مالي بطور بشغلي اكثر، كل مالي بعدل من حالي، كل مالي الحمد لله بقدم شيء افضل، ورب الكعبه وعزة جلالة الله الكاميرا اللي عم تشوفوني منها هي الكاميرا القديمة، تمام؟ هي الكاميرا القديمة، الكاميرا اللي عم تشوفوني منها ورب الكعبة 70,000 تركي مشترية أنا كل مالي بطور من حالي، والله ما بمنن ولا بحكي لك، حتى فيديو على اليوتيوب ما سويت لله، بحب طور أخي ليك، ها شوف علبتها، تفضل، امبارح جبتها معي، امبارح أول شخص بتركيا بيمتلكها للسوني، السوني الآ 7 اس 3، اول شخص انا بمتلكها، فوت شوفها بالاسواق، يلا هلا عم تنطرح، بحب طور من حالي الحمد لله رب العالمين. ما بتطلع على كلامهم، ما بشيلهم من ارضهم. انا لما دخلت الكاميرا السوني على الفيس كام، مين كان مدخلها قبلي؟ هاتوا لنشوف، تفضلوا احكوا، مين دخلها قبلي؟ مين عطى كواليتي بهي الطريقة على البث المباشر؟ ما بعدين الله يرزقكم والله يعطيكم اكثر واكثر، ما بعدين الكل صار يعمل هذا الشيء، بكره ما بتلاقي الكل عم يستخدم نفس الكاميرا السوني الآ 7 اس 3، بكره بتنزل على السوق بيصيروا بيشتروها. وحياة من جمعنا وعزة جلالة الله، دخل علي شخص ستريمر قال لي السلام عليكم على الواتساب، قلت له وعليكم السلام، قال لي ابو سمره كيف حاصل انت على هذه الكواليتي عندك باللايف؟ وعزة جلالة الله وعزة جلالة الله وعزة جلالة الله، الله لا يرزقني اذا عم كذب عليكم. قلت له بتشتري قطعة كذا، بتشتري قطعة كذا، بتشتري كاميرا كذا، بتشتري كذا، بعت لي اياهم لينكات من امازون، بعت له لينكات من امازون للقطع اللي هو بده يشتريها. بعد فترة دخلت لعنده على اللايف، شفت الكواليتي كتير حلو والفيس كام تبعيته جدا رائعة، سلمت عليه. بعد يومين شفت فيديو عم يحكي علي، يا زلمة اقل شيء احترم، يا عم احترم، الاحترام فضلوه عن كل شيء، احترم انه يوم من الايام هالبني ادم مساعدك بشغله هالقد، لك احترم 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 ولو 1%،
انه هالانسان بزمانه انت دخلت عليك، مو بزمانه، من يومين ثلاثه دخلت عليه وكنت عم تساله على كاميرا ومواصفات لهي الكاميرا وشلون هو حاصل على هي الكواليتي، لكو دلك وعلمك. تيجي بعد يومين بتقول طز فيه وتروح فدوى البولتهم لك عيب، استحي على حالك. والله العظيم الدنيا بأواخرها، والله العظيم الدنيا بأواخرها، والله العظيم وعزة جلالة الله انه هالدنيا بأواخرها. والله العظيم عيب. لك شو تضايقت؟ تعرفوا شو تضايقت؟ خيرات الله تضايقت. حقق 4500 يورو هون بألمانيا. هي تفضل، ها هو شاهد من اهلي. حسين طلع حكى، انا ما حكيت اي شيء. انا عندي بتركيا لسه غالي لانه في عليها جمرك، نطرتها كتير لحتى دخلت. هي عم لكم والله العظيم وعزة جلالة الله امبارح جبتها للكاميرا، والله العظيم. وصل لي قديش عاطي عليها انه توصاي لحتى تجي، وكنت ناطرها بالثانية، وهلا ينزل افضل منها والله طز وبشيلها بكبها وبجيب اللي احسن منها. دائما بحب بقدم شيء افضل للمتابع. المال اخي بيروح وبيجي. رب العالمين لما بتطعمي التسعة بيعطيك العشرة، هي معروفة بكل الدنيا. اي مجال شغل بدك تسخى على شغلك حتى الله يقدم لك الافضل. وانا دائما هيك، بتشوفوني بينزل ايباد جديد بجيبه، بينزل شغلة جديدة بجيبها، كل ما انتقل على بيت جديد برجع بسوي شيء جديد افضل. هلا اخواتي دولة عن دولة والله بتختلف الكاميرا، بس عندي بتركيا كتير غالية لانه الجمرك تبع تركيا غالي. سعر الكاميرا بس بالمواقع التركية حقها 45,000 بس الكاميرا، من دون عدسة ومن دون الامور تبعيتها. سيدي على كل، انا حقرا الستارات. كيفك سامر اخوك من اليمن؟ تحياتي